السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تشكيلة معجنات بأشكال جديدة ومختلفة، وكمان هنعملها بعجينة واحدة. هتنفع معاكي العجينة دي للحلو وكمان الحادق. النهاردة تشكيل المعجنات بتاعتي بأشكال كده جديدة وبطرق جديدة كده، بس في منتهى الجمال. هتنفع معاكي لولادك للفطار للعشاء، وكمان ممكن تحطها لهم في اللانش بوكس. طبعا كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. الترم التاني هيبدأ، فعايزين نجدد كده ونغير وننوع لولادنا في الفطار بتاعهم. فلو حطيت لهم كده الفطاير دي بجد هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود، وكمان الطريقة بتاعتها سهلة وبسيطة جدا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. النهاردة الفطاير بتاعتي التشكيل بتاعها لذيذ قوي وبسيط قوي وسهل جدا. يلا كده نقول بسم الله ونشوف المكونات. اول حاجة معايا 5 كوبايات ونص من الدقيق ومنخولين. معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ. معايا هنا معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة من الملح. معايا كوباية مية دافية وكمان كوباية لبن دافي. وعندي ربع كوباية من الزيت. هي دي المكونات بتاعتي. اول حاجه هتجيبيها، هتجيبي البوله بتاعتك وتنزلي بالميه ومعاها اللبن، وهتنزلي بالسكر والخميره. انا هسيب لك كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف. هتدي المكونات بتاعتك كده تقليبه على بعض لغايه السكر بتاعك ما يدوب وكمان الخميره. وبعد كده هتنزلي بربع كوبايه الزيت وكمان البيضه. انا حطيت البيضه كامله. تقليبه حلوه لغايه البيضه بتاعتك ما تختفي في المكونات بتاعتك. انا عندي هنا كمية الدقيق بتاعتي هنزل بيها كده ايه على مرتين، هسيب حبة لو احتجت للدقيق هنزل. انتي حاولي ما تنزليش الدقيق كله مرة واحدة، عشان ايه ما تحتاجيش ان انتي تحطي سوائل. لا، نزلي واحدة واحدة كده من الدقيق لغاية العجينة بتاعتك ما تلم معاكي. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا هنا كوبايتين المية واللبن، يعني كوبايتين المية على اللبن اخدوا معايا 5 كوبايات ونص بالظبط من الدقيق. بعد ما لميت العجينة بقى في البولة أخدتها كده على الرخامة وفضلت أعجن فيها كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة. كل ما هتعجني العجينة بتاعتك كويس وتديها حقها في العجن، هتبقى المعجنات بتاعتك في الآخر هشة وطرية كده وحلوة. أنا عجنتها لغاية العجينة بتاعتي ما بقى ملمسها ناعم كده وبقت طرية معايا. هتجيبي البولة بتاعتك وهتدهني دهنة من الزيت تحت وفوق وهتسيبيها تخمر لمدة ساعة. وهنا شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. العجينة بتاعتك ممكن تاخد يعني ساعة ساعة وربع كده. طبعا فصل الصيف غير الشتاء. هبدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي دي على نصين، نصين متساويين. تمام. انا هنا لو لاحظتوا ان انا فرشة على الرخامة بتاعتي الاتنين مفرش. هترشي رشة كده من الدقيق وهتنزلي ايه بالكور بتاعتك على الدقيق. تمام. انا غطيت الكورة اللي هي التانية وهبدأ اشتغل في الكورة الاولانية. هفردها مستطيل طويل، يعني انا هفرد الكورة بتاعتي دي مستطيل طويل بعرض وطول المفرش بتاعي. تمام. على قد ما تقدري تفردي فيها افرديها. عشان كده قلتلك هنقسم العجينة يعني نصين متساويين، عشان انا هحط دلوقتي الاتنين على بعض، فعشان ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. رشة كده من الدقيق تحت العجينة وابدأي ان انتي افردي فيها، هتتفرد معاكي بكل سهولة. العجينة اخده حقها في الخمر حلو قوي. بصي انا فردتها بطول وعرض المفرش. عندي بقى هنا حابة ان انا احط فيها ايه، نوع كده من انواع الصلصة السريعة. حطيت هنا معلقتين من معجون الطماطم وعليهم معلقة من الزيت ورشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح. تمام. ابتديت ان انا اقلبهم على بعض وهبتدي ان انا افردهم على العجينة بتاعتي. هفرد الكمية كلها على النص الاولاني بتاع العجينة. تمام. بالفرشة كده حاولي ايه تفرديها كده وتوزعيها على سطح العجينة. الفطاير بتاعتي النهارده بجد في منتهى الجمال. يعني بصي، هي يمكن تكون الحشوة مش جديدة علينا، بس طريقة التشكيل بتاعتها جديدة ومختلفة.
بجد جربيها هتحبيها قوي. انا عندي هنا بقى جبنه تركي على زيتون، على كده بقدونس، مخرطات كده، يعني ورقتين بقدونس كده مقطعاهم خفيف، على جبنه شيدر، على جبنه موتزاريلا، يعني اي حشوه متاحه ومتوفره عندك. وحاطه فيها كمان قطعتين كده من البسطرمه. الحشوة دي طبعًا على حسب رغبتِك، بس أنا حبيت إن أنا أعملها بالجبنة والبسطرمة، بس أهم حاجة تحطي فيها ورقتين كده من البقدونس، بيدّيها طعم حلو أوي. أنا هنا طبعًا بعد ما خلّصت الحشوة بتاعتي، فردت العجينة التانية، النُص التاني، وهاخد كده بالمفرش، يعني هتبقى صعبة عليكِ إن أنتِ لو فردتيها على حاجة هترجعي إن أنتِ تغطّيها، فأنا حبيت إن أنا أعملها على المفرشين عشان آخدها كده بالمفرش بتاعها، وأحط النُص التاني على العجينة. فسهلت معايا بدل ما انقل العجينه بايديا مش هعرف، فرحت حطاها على المفرش ونقلت ايه الاتنين على بعض. يعني بصي سهلت معايا ان انا خطوه ان انا انقل العجينه بايديا، لا انا نقلتها بالمفرش. ابدأي بقى ان انت كده قفلي الحروف بتاعتها حلو، وبعد كده هاتي القطاعه بتاعه البيتزا وقطعيها كده شرايط، يعني بعرض كده ايه 3 صوابع. وبعد ما تقطعيها بالطول روحي مقطعاها كده ايه نص بالعرض، يعني اقسميها نصين. عندي هنا معلقة من الزبدة مسيحاها كده على النار، لمجرد بس ان هي ايه تفك معايا. هدهن وش الشرايط بتاعتي دي كده كلها، يعني معلقة زبدة كده او فرشة من الزبدة كده على وش كل شريط. طبعا الطريقة واضحة قدامك. دي طبعا هتبقى طبقات التوريق بتاعتي، لان انا هلف الشرايط دلوقتي بتاعتي على بعض، فايه يعني دي هتبقى مخليهم كده، مخليه الطبقات فاصلين، يعني عارفه اللي هي طبقه التوريق اللي احنا بنقول عليها. بصي بقى هتاخدي اول شريط وتاني شريط الاتنين على بعض، وهتجيبي الخله بتاعه الشيش طاووق تدهنيها بس دهنه كده بسيطه من الزيت او نقطه ميه كده تمشيها عليها خلاص، عشان ما تلزقش معاكي في العجينه. هتقسميها كده العجينه بالنص تضغطي عليها، هتروح طالعه من الجناب، هتروحي ماسكه بقى الجنبين كده ولفاهم رول زي ما انا لفيتهم كده. هكررها تاني قدامك. بصي اتكي عليها كده. بصي العجينه بتاعتك هترفع من الجناب. ابدأي ان انت بقى امسكي الطرف الاولاني وخلي الطرف التاني ثابت ولفيها كده ايه زي رول كده. يعني بصي انا بلفها كده ايه لفتين تلاتة مش بكتر، تمام. بصي الاتنين على بعض، الخلة بتاعت الشيش كده تحطيها في نص العجينة، وتمسكي الطرف الاولاني والطرف التاني ثابت، تمام، وتلفيها كده لفتين تلاتة بس. طبعا انا هنا برص بقى الفطاير بتاعتي، عندي الصاج دهنه دهنه خفيفه كده من الزيت. حبيت ان انا اعمل شكل تاني، زي ايه البيتزا الرول كده، او زي الدنش، يعني فكره الدنش كده لما بتلفيه بالزبيب والسكر وبتاع. حبيت ان انا اعمل برضو ايه الشكل ده، وكان حلو قوي كمان. وفي شكل تاني بس المقطع بتاعه اتحذف مني، اللي هو الشكل القرصه ده، يعني عارفه الشكل اللي هو العادي المعتاد بتاعنا. طبعا بعد ما خلصت بقى الفطاير بتاعتي غطيتها وسبتها كده نص ساعة تخمر لغاية ما الحجم بتاعها تضاعف كده زي ما انت شايفاها. هتجيبي بقى دلوقتي معلقتين كده من اللبن وعليهم رشة من النسكافيه، وهتبدأي ان انت تقلبيهم حلو قوي وتدهني وش الفطاير بتاعتك. انا هنا بدهن الفطاير بعد ما سبتها نص ساعة تختمر، تمام. طبعا بعد ما تخلصي بقى الدهن بتاعك هتدخلي الفطاير بتاعتك الفرن على درجة حرارة 180. خلاص لازم المعجنات تخش على درجة حرارة عالية. اول ما تبتدي ان هي تاخد اللون بتاعها من تحت كده، تحسي ان القاع بتاعها كده ادى اللون الحلو اللي هو قرب للسوا، هتروحي مشغلة الشواية على المعجنات، يا اما تهدي النار عليها، تمام، لغاية بقى ما تاخد اللون الذهبي الحلو كده. بصي شكل الفطاير اللي هي الحلزوني الطويلة دي، بصي جميلة ازاي، بجد حلوة قوي. طبعا اول ما بتطلع الفطاير بتاعتك من الفرن، كل اللي انت بتعمليه يا اما بترشيها كده بخاخه كده من الميه وتغطيها بكيس تلاجة او بفوطه مطبخ وتسيبيها 10 دقايق، يا اما تدهنيها كده دهنه من الزبده بسيطه خالص على الوش، وتروحي مغطياها بفوطه المطبخ 10 دقايق ربع ساعه. هتلاقي الفطاير بتاعتك ثابت من الصاج بتاعك او الصينيه، وهتبقى طريه وفي منتهى الجمال. وهو ده شكل الفطاير بتاعتي. يعني حاولت ان انا اعمل تشكيله كده مختلفه، يعني ما حبيتش ان انا يبقى الفطاير بتاعتي كلها شكل واحد. حبينا ان احنا ايه، يعني حبيت ان انا انوع لكم كده في الاشكال، بس بجد طلعوا في منتهى الجمال.
بصي الشكل الدنش ده طبعا حوادق، انا الفطاير بتاعتي مالحه. الشكل الحلزوني ده حلو قوي، وشكل الفطاير اللي هي زي الدنش دي بس طبعا ده حادق مش حلو. ما شاء الله، بصي الفطاير بتاعتي العجينة بتاعتي هشة وطرية ومفرغة كده، والفطاير بتاعتي كده مورقة وجميلة. طبعا الكذا لفة اللي احنا لفينها، ودهنة الزبدة اللي احنا دهناها على الشرايط قبل ما نلفها، طبعا دي تعتبر طبقات التوريق. بصي، وده الشكل التالت اللي هو زي القرصة كده. ده اللي اتحذف مني، انا اسفة في التصوير. وهنا الشكل الحلزوني ده حلو قوي، شكله لافف كده على بعضه. شكل الصلصة كده لونها أحمر، وقطع البقدونس كده. بجد المعجنات بتاعتي النهاردة جديدة ومختلفة، أتمنىكم تجربوها، ونتقابل الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. سلام عليكم.